يا جدعان والله دروس الساعة 6 الصبح دي في رمضان بتكون على وضعها جامد. يعني الواحد ما بيحسش بالدرس يعني. فيديو النهاردة عايز أكلمك عن حاجة مهمة جدا، وهي إزاي تواجه مخاوفك. بص، الموضوع ده أنا مريت بيه عن تجربة شخصية، فأنا لخصتهولك في 5 خطوات. أول خطوة وهي لازم تكون عندك الوعي. قبل ما تبدأ تواجه مخاوفك لازم يكون عندك وعي ومخك شغال ان الحاجات دي عبارة عن افكار ومشاعر بتحصل لاي انسان طبيعي. يعني الحاجات دي عادية، فلازم أن يكون عندك الوعي الكافي اللي انت عشان تقدر تحارب بيها مخاوفك. تاني حاجة عايز اقولك عليها وهي حاجة مهمة جدا، وهي كتابة مخاوفك. عايزك تتعود تعمل العادة دي اللي انت تكتب اي حاجة انت بتخاف منها، لان ده بيقلل الخوف اللي عندك. يعني الاستمرار الخوف في دماغك هيخليك تدخل في دوامات ومتاهات انت في غنى عنها. ان المشاعر والافكار اللي بتحصل لك دي ممكن تدمر لك حياتك او ممكن تبوظ لك حياتك فعلا، مش ببالغ. لازم تكتبهم في ورقة عشان حالتك ما تزيدش او حالتك تتطور. نيجي هنا لتالت حاجة وهي حدد مخاوفك. حاول قدر الامكان ان انت تحدد المخاوف اللي انت بتقدر تخاف منها او اللي بتسبب لك الخوف. دي تالت خطوة. اما بقى رابع خطوة انا عاملها في خطوتين. اول خطوة كن فضولي وركز في الآن. دي خطوتين في خطوة واحدة، لان الاتنين يعني مترتبين على بعض. بص، انت تحاول تستكشف ايه الافكار اللي انت بتخاف منها او اللي انت بتحاول تعيش لحظة الخوف دي. قول مثلا انا رحت مثلا المكان ده، ايه اللي هيحصل؟ حاول كده تفكر مثلا انا بخاف من حاجة كذا، طب افرض انا عملت الحاجة كذا دي، ايه اللي هيحصل؟ استفدنا من الخطوة دي التجربة اللي انت بتجرب، انت مثلا لو اتحطيت في الموقف ده ايه اللي هيحصل. هي دي الخطوة اللي هي الكون فضولي. هنيجي بقى لنا اخر خطوة وهي المواجهة. لازم تواجه عقلك ودماغك ان المخاوف دي مش اكتر من افكار ومشاعر بتحصل لاي انسان طبيعي. الافكار والمشاعر دي غير حقيقية، تكون افكار غير حقيقية. حاول تاخد قرار ان انت تواجه الحاجة دي او اللي انت حاجة بتخاف منها، حاول تواجهها وشوف ايه اللي هيحصل. حط نفسك في الموقف. بس كده، تعالى اقولك بقى على ملخص الفيديو. اول حاجة الوعي، تاني حاجة كتابة مخاوفك، تالت حاجة حدد مخاوفك، رابع حاجة كن فضولي وركز في الآن، وخامس حاجة والأخيرة هي المواجهة. بس كده، وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.